ميزان حسناتك انت اللي هتحسب ان هو هيتقل بحج او هيخف. سيدنا عمر رضي الله عنه في اثر صحيح عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه ارسل عمال وذهبوا عشان يبحثوا عن المستطيع ان هو يحج ولم يحج عشان ياخدوا منه جزيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم اللي عايز يحج، قال صلى الله عليه وسلم فليتعجل فانه قد يمرض المرض وتضل الضاله وتعرض الحاج. المصيبه بقى الكبرى فين؟ لو مات. يعني انا بيتهيألي بعد ما اتكلمنا ان احنا نحج ليه، عندنا سؤال تاني بقى. اتفضل يا استاذ زاد، ايه السؤال التاني؟ من اكتر الجمل اللي بتتقال بفضل الله سبحانه وتعالى واحنا في الحج، يا ريتني حجيت وانا صغير، يا ريتني حجيت وانا صغير. تصدق انت فنان. كلمه دخلت فنان بجد. انت فنان. الله يطمن والله يا جدعان ده فنان. مش مصدق والله. يلا يا ريتني حجيت وانا صغير. هيفضل يقولها. انا فنان. انت فنان. يا ريتني. طيب لا، هو فعلا الناس الكبار فعلا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويديهم طول العمر وحسن العمل، هم على طول يقول لك يا ابني يا ريتني حجيت وانا صغير. مش متخيل الموضوع كده. صح تمام. حتى مع السهوله اللي موجوده دلوقتي نسبيا جنب زمان. لا انا بكلمك على الناس اللي يعني لا قالوا لي والله الناس بتحج في جي ام سي حج فاخر. يعني هو اصلا ايه يعني، هم بيقولوا لي كده يعني، اللي قال لي كده هم ناس اصلا كانوا بيحجوا مع الشركه ما شاء الله، حج فاخر جدا، في عربيه جي ام سي، في اوتيل، قاعدين على صوفه مش عارف ايه في كدانه ومش كدانه، في كدانه وفي عرفه والصوفه بيت والليزي بوي وجميل. تمام. فايه بيقولوا لي يا ريتني حج، يا ريتني عليه وانا صغير، لانه في مشقه لا محاله. هي الفكره على فكره في مشقه لا محاله. طبعا. واستطعام الحج مع الترفيه ده لازم يكون في شاب مشقه تضيف اليك المعنى اللي جاي من الحج. سبحان الله، المعنى العبوديه. طيب ده كلام كويس. وده رايناه، يعني انا فعلا شفته بعيني. صحيح. يعني صحيح. شفت بعيني بعض ربنا يا رب يحفظ ابائنا وامهاتنا جميعا يا رب يحفظهم ويرضى عنهم، اللي بيجوا الحج بيبقى الامر سبحان الله بيعملوا مجهود. صحيح. بيتعبوا. بس في ميزه شفتها بقى لي سنتين وانا متابعها بقى لي سنتين، ابتدى يظهر في الحج شباب كتير. ايوه جدا ابتدى يظهر في الحج شباب كتير جدا. يعني زمان الحج كان بيبقى كبار سن كله، وفي النص شابين 3. وحتى على فكره لو تفتكر السنه اللي فاتت الحج حتى الكبار بقوا يحمسوا الصغيرين زي ما الصغيرين بيحمسوا الكبار. نعم. يعني الناس بقت المجموعه لما بقت فيها ده بقى يلا وهنروح وهنعمل وهنخلي وتمسك، وتلاقي اللي بيحمسك واحد اكبر منك ب 40 سنه، مش هو اللي بيحمسك واحد اصغر منك ب 20 سنه، واحد ما اعرفش بقى واحد. يعني الناس فعلا بقى في نوع من انواع اللهم لك الحمد اللهم بارك اقبال على الحج فعلا، حتى بالذات من الصغيرين اللهم بارك. طبعا الصغيرين دي اللي هم يعني قدنا احنا. ايوه دي حقيقه. انا بتكلم انه ظهر بعض والله واصغر. هو اصغر عشرينات. ده صغير. وعشرينات كمان، يعني كان في عشرينات واوائل ثلاثينات كان موجود وكتير جدا. طب معلش وولاد ومش قادر اقول بقى رجال ولا نساء، ولاد وبنات يعني. نعم. اللهم بارك، حريص على ده. اللهم بارك. طب هرميها لك بقى. امتى يجب علي الحج؟ يعني ما هو انا يعني صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انا واجب علي الحج وانا صغير ولا وانا كبير ولا يعني؟ ما هو انا عايز في اخر عمري كده بعد ما الواحد بقى خلص كل حاجه وادى واجبه يروح يحج. وسبحان الله العظيم برضو رايناها بأمنا اعيننا، اللي يجي الحج والله اللي بيركب الطياره ويفضل معاك لغايه يوم عرفه وانت بتتساءل ده هيحج ازاي، ثم تجده في يوم عرفه ركب بطاريات. يعني عارف لو ده انسان جديد مستمر معاك لغايه ما بعد الحج تخلص الحج. صحيح. تلاقي البطاريات اتشالت تاني. سبحان الله. ايوه. فسبحان الله حتى من كبار السن ابائنا وامهاتنا ربنا يبارك فيهم ويرضى عنهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعينوا على الحج. فبالتالي ايه المشكله ان انا اخره لغايه اخر عمري بعد ما اكون خلصت واجباتي وما علي ثم احج؟ فهل هو يجب علي قبل كده اصلا؟ ايه رايك؟ طيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. طب انا هقسم الاجابه لشقين. ماشي. الشق الاول هو مساله الجانب الفقهي.
والحكم الشرعي في مساله امتى يجب علي الحج. امتى يجب علي الحج؟ تمام، حين تتوفر القدره. تمام، القدره على ايه؟ اما يكون معايا زي ما بيقول الفقهاء كده يعني الكلفه بتاعه الحج اللي هي ثمن الراحله والزاد الى الحج والزاد هناك والصحه القدره الصحيه ونفقه اهل بيتي، نفقه العاديه جدا، كده يجب علي الحج. الموضوع انتهى. ترجم مصري. لا يا ترجم لي ده مصري حالي. يعني اللي هو دلوقتي يعني ايه بقى معايا لو زاد أنا معايا الراحله فلوس، والزاد معايا فلوس أيوة. بتاعت الحج بس ماشي. تمام، يعني اللي هو معايا تذكره الطيران والتاشيره، وطبعا انت عارف عندنا الحج في مصر برامج حج. وبرامج مفيش حاجه اسمها ايه ده الحج ده بقى، لا ده في شركه منزله اقل من شركه لا هي الحكومه بتقول ده سعر. فلو انا معايا السعر ده نعم خلاص الموضوع منتهي. ومعايا وانا هغيب عنهم تقريبا في حدود شهر او اقل من شهر على حسب البرنامج اللي انا رايح له، ومعايا اللي يقضي بيتي وانا مش موجود، ماشي، يجب عليه الحج من اول ده واجب عليه تمام. هو دلوقتي يجب امتى ده موضوع تاني، تنفيذه امتى، انما دلوقتي انا بقيت مستطيع اليه سبيل. خلاص الموضوع انتهى. تمام. السؤال بقى امتى؟ هل اطلع لازم على طول السنه دي ولا ممكن استنى شويه؟ دي مساله تانية، بس هو وجب. دي نقطه مهمه جدا. فاهم ان انا خلاص بقى يجب في حقي. ليه؟ لان انا استطيع اليه سبيل. فهمت انت النقطه دي؟ واضحه جدا. خلاص انا استطعت. النقطه دي واضحه. لازم اطلع دلوقتي. تمام. اختلف اهل العلم. ماشي. بعض اهل العلم بيقولوا لازم دلوقتي، لازم، ما ينفعش تتاخر، حالا فورا. مش معاك الفلوس ومعاك الموضوع، لازم دلوقتي على طول تطلع وقدم دلوقتي. يعني انا لسه كنت بنتكلم بقول لك ايه، اقفل واحجز. ما ده بعض اهل العلم بيقولوا كده. طيب بعض اهل العلم التانيين قالوا لك ايه؟ قال لك على التراخي، يعني ممكن تستنى شويه، ممكن تستنى شويه. مش كده بقى فين بالمناسبه؟ ده فقه. بعض اهل العلم بيقولوا على لازم حالا، وبعض اهل العلم بيقولوا ان احنا لازم على الفوريه. في حته عايز بس اذكرها ودي نقطه مهمه جدا، ده الجانب الفقهي. هو الجانب الشخصي بتاعنا، لان دي الناس ساعات بتبقى يقول لك ايه، مثلا بعض الناس بتاثر في صلاه الفريضه، وبعد كده تلاقي واحد يقول لك ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. يقول لك ايوه بس استنى، اقول له ايه؟ يقول لي خلي بالك بقى، الكفر ده كفر يخرج من المله ولا كفر دون كفر اللي هو الفسق؟ يعني يقول لك المساله فيها خلاف، والجمهور قال ايه؟ انه كده فاسق، ان هو كده فاسق مش كافر. صحيح، دي مساله فقهيه. حلو، ممكن نستخدمها او اتعامل معاها بشكل شخصي. ايه تختار ايه؟ فاهم يعني ايه رايك؟ تحب تبقى كفر يخرج من يعني لو مساله شخصيه، انا لا كده ولا كده، انا عايز اصلي، انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. فهو السؤال دلوقتي في مساله اهل العلم اختلفوا فيها. تمام. بعضهم قال لازم تحج فورا، وبعضهم قال لي انت ايه، ممكن تستنى شويه. يعني اللي قال لازم تحج فورا ده بيؤثم اللي ما يعملش كده. بيؤثم طبعا. تمام. السؤال بقى، انا محمد، ربنا يا رب يرحم الفقهاء ويبارك في اللي موجودين والكل، دي مساله خلافيه بين اهل العلم. السؤال مين فيهم الصح؟ دي مساله خلاف سائغ. يعني ايه؟ يعني يوم القيامه هنعرف. طب وانا ليه احط نفسي في الموقف ده؟ قادر اطلع. يعني انا قادر. ومتعته وانت بصحتك، متعته وانت بقوتك، متعته وانت في شبابك مختلفه تماما. لو بنتكلم عن امتى، اللي عنده الصحه اللي توديه، لو كنت عندك 20 سنه، لو عندك 30 سنه، لو عندك 40 سنه، لو عندك 70 سنه، روح. ليه؟ لان انت مخاطب ان انت تطلع تروح تحج. فلو سمحت خد بعضك وروح حج. خلي بالك احنا ساعات بننسى ان احنا في امتحان، ان اللي رزقني بالمال هو اصلا دلوقتي جل جلاله رزقني بالمال اللي يخليني اكون قادر. هتطلع ولا مش هتطلع؟ يعني عارف بالظبط زي انت قاعد كده، هو جل جلاله دلوقتي بيمتحني ان في بنت جميله انا حابب ان انا ابص عليها، وغرز في قلبي وفي نفسي الغريزه ان انا احب ابص. ومرت بقدر الله، هتبص ولا مش هتبص؟ عرض عليك مال حرام،
حرام، هتاخد ولا مش هتاخد؟ جالك فلوس، هتحج ولا مش هتحج؟ ففي ناس بتنجح، في ناس بتسقط. فلما تيجي تقول احج امتى، مساله خلافيه بين اهل العلم، انما لو بنتكلم عن انا طريقي انا الى الجنه، اطلع بسرعه دلوقتي قبل. والفقهاء والله مش بنحجر واسع، تمام؟ الفقهاء بيقولوا في رايين، ولكن انا هكسب ايه؟ يعني هم ذات نفسهم اختلفوا، تمام؟ انا بالنسبه لي ميزان حسناتي مش عايز يكون فيه خلاف. فما بقولكش حلال وحرام، ما بقولكش ما مش جاي انا احسم مش جاي احسم القضيه، مش بالمناسبه فقهاء الدنيا كلهم دلوقتي مش هيقعدوا يحسموها، هيفضل المساله فيها خلاف، ولكن ميزان حسناتك انت اللي هتحسم ان هو هيتقل بحج او هيخف. وبحسها انك سبحان الله يعني انت بتشتري جنه، يعني سبحان الله العظيم اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت، ليس له جزاء الا الجنه، حاجه يعني حاجه كبيره جدا جدا. انت كنت قلت لي حاجه واحنا قبل ما نصور، وهذا الامر قد اصابني يعني بحته كده اللي هو نهار ابيض. فممكن تقولها؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، نعم. في اثر صحيح عن سيدنا عمر رضي الله عنه انه ارسل عماله، الناس اللي شغالين معاه في الدوله، وذهبوا عشان يبحثوا عن المستطيع ان هو يحج ولم يحج، عشان ياخدوا منه جزيه. مخيفه جدا، اما يعني عشان ياخدوا منه جزيه، مش ياخدوا منه تعذير او ياخدوا منه غرامه، جزيه. بيعملوه معامله ايه؟ ان هو مش مسلم، بيعملوه معامله ان هو يهودي او نصراني. فاهل الفقه كانوا بيشوفوا هو سيدنا عمر ايه دليله ان هو او السند اليه رضي الله عنه وارضاه سيدنا ان هو يعمل الحركه دي، ان هو يروح يخلي عماله ياخدوا جزيه من الناس اللي معاهم فلوس وما بيحجوش. قال لك الايه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واخر الايه ومن كفر فان الله غني عن العالمين. يعني هو خلى اللي بيحج قصاده ومن كفر. احنا الحمد لله اهل سنه، وان كان احنا اهل سنه لا نكفر بالكبيره الحمد لله رب العالمين. ده كان سبحان الله سيدنا عمر بيفعل ذلك من باب العقوبه لهؤلاء ومن باب التوبيخ لتاخيره والتوبيخ. نعم. واحنا الحمد لله وتفسير اصلا الكفر ده في اللي هو من كفر بوجوب الحج، وفي كفر من كفر بنعمه الله عز وجل. وده اللي هو ايه اللي كان الشيخ محمد لسه بيتكلم، بيقول ايه؟ بيقول ربنا رزقك فلوس، انت اللي جبتها، يعني انت ما جبتهاش، ده هي ربنا هو كده، ربنا رزقك فلوس، تمام؟ واذن في الناس ايه؟ بالحج ياتوك، تمام؟ اكنك سمعت اذان سيدنا ابراهيم، فربنا سبحانه وتعالى ارسل اليك ذلك المال، فهل ستكون من الشاكرين ام ستكون من كافرين الانعم او النعمه؟ لا، انا عايز اكون من الشاكرين. وسبحان الله برضو عشان بطمن الناس، الامام ابن القيم رضي الله عنه وارضاه قال ان افضل نعمه ربنا سبحانه وتعالى ينعم بها على العبد هي ايه؟ ان يجعله يرى نعمه الله عليه. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني افضل نعمه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يرزقك بيها ان يجعلك ترى هذه النعمه. لما ترى النعمه، ربنا رزقك فلوس، ترى النعمه ايه اللي هيحصل؟ هتشكر هذه النعمه. تشكرها بايه؟ تشكرها بالعمل. فاطلع حج، فتصدق، فطلع زكاه، فافك كربة مسلم. فلما اشكر هذه النعمه ولئن شكرتم لازيدنكم. وخزائن الله عز وجل ملأى لا تنفذ، يعني خزائن الله عز وجل لا تنفذ. فهل انت هتجود بمالك اللي هو اصلا مش مالك، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيه؟ ودي عقيدتنا، اللي انت اصلا مش حاجتك، دي حاجه ربنا عز وجل، خلاص، عشان تكمل بناء الاسلام، وهيتركك حاشاه، وحاشاه ان يكون ظنك في الله كده اصلا. والله العظيم يعني ربنا اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. بس عارفين انتوا بتتكلموا دلوقتي سبحان الله، انا كاتب عندي حديثين اللي لما عرفتهم لمسوا قلبي في الحته دي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم اللي عايز يحج، فقال صلى الله عليه وسلم فليتعجل فانه قد يمرض المريض.
وتضل الضالة وتعرض الحاجة. يعني ممكن انت النهارده خلاص انا تكون عندي المال ده وقلت خلاص انا هاخد بالرأي اللي بيقول على التراخي. طب انا سليم من السنه دي، ايش عرفني السنه الجايه؟ انا معايا الفلوس، ايش عرفني ممكن تتصرف ولا لا؟ وفي بعض الاحيان الفلوس اللي انت هتحافظ عليها دي هتتصرف في حاجات لما تيجي تبص لها مش هتعرف تقفش حاجه، هتقول ايه ده مصرف في ايه؟ صح راحوا مني سبحان الله العظيم. هي مش حاجه حتى مهمه كده تقول انا جبت، لا راحوا مني سبحان الله. فليتعجل. والحديث اللي بيخوفني جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال استمتعوا من هذا البيت فانه قد هدم مرتين ويرفع في الثالث. يعني الكعبه هدمت مرتين بعد سيدنا ابراهيم وبناها قوم من جرهم، ثم هدمت وبناها قريش والنبي صلى الله عليه وسلم ساهم في البناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في مره ثالثه وقال ويرفع في الثالثه. يرفع يعني ايه؟ بعض اهل العلم قالوا يرفع عند الله عز وجل اصلا مش في كعبه خالص، وقالوا يهدم ولا يبنى. يعني يا رب ما نشوفش يوم شبه ربي ابدا يعني. فسبحان الله العظيم انت لا تعلم. انا دلوقتي اعرف، انا دلوقتي البيت موجود، انا دلوقتي بصحتي، دلوقتي المال معايا. فسبحان الله العظيم يغتنم لا اظن قبل خمس. يا سبحان الله العظيم. صح والله ده اللي جه في بالي فعلا بصراحه. فكره ان تقصر في هذا الامر لا اظن ان ده واحد المفروض يعمله في نفسه. لا، انا المفروض اعمله لنفسي ان حج، لانه سبحان الله العظيم وده هيعرفه اللي حج واللي هيسمع الحلقه دي فيقول انا عايز احج. لما هتحج تقول ايه ده؟ وانا اخرت كل ده ازاي؟ انا عايز اقول لك انت لما هتحج هتبقى عايز تحج تاني وتالت ورابع وتشتاق للحج كل عام وتشوف الناس على عرفه تقول يا لما كنت هناك يا رب خذني الى هناك مره تانية. مش هتحس ده لما تعمل كده، فلا تؤخر الحج. صحيح سبحان الله عز وجل في القرآن يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن. يقول لك مثابة يعني إيه؟ يعني ناس تثوب إليه، يروحوا وما يكتفوش، يروح وهو يبقى لسه الطيارة بتاعته بعد بكرة، يقول لك يوه وانا لسه هرجع تاني امتى، ويبقى اخر دعاء وهو ماشي يا رب ارجع تاني، ويرجع بالطياره ويرجع في الطياره ده احنا ايه اللي جابنا هنا. سبحان الله. امر تاني ان توابع بقى، وده امر حتى كتير ما بيحسبهوش يعني. نعم. توابع فكره ان انت تقول لا والله طب انا هاجل الموضوع. توابع دي عظيمه يعني. عظيمه ايجابا ولا سلبا؟ عظيمه سلبا. طيب سلبا. يعني انت دلوقتي بتتكلم عن ان واحد الله جل في علاه اكرمه واعطاه المال اللي يخليه يبلغ به فهو يستطيع اليه سبيلا ثم اعرض عن ذلك. تمام؟ ده اعراض عن ذكر الله عز وجل، فان له معيشه ضنكا. ده اعراض عن الاستجابه لامر الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نستجيب له. ده اعراض عن امر النبي صلى الله عليه وسلم امر به، اعراض عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اعراض. ومع القدره، ودي بقى نقطه مهمه جدا، ان اللي ما عندوش هو اصلا مش مخاطب، فهو معافى، ويبقى نفسه يبقى عنده. طب لما يبقى عنده ما يمشيش وما يروحش في السكه دي. طب انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ طب يعمل في نفسه بقى كده ليه؟ عشان حاجات دنيويه. وبالمناسبه حتى الحاجات الدنيويه هي برضو اختبار. يعني بعض الناس تقول لك ايه، انا هاجل الموضوع شويه عشان كذا، عشان الاولاد، عشان الثانويه العامه، عشان ما اعرفش ايه، عشان طيب لما انت اجلت كل ده، انت بتاجل لمده، يعني خلينا نقول ان متوسط التاجيل عند ناس كتير ساعات بيوصل ل 20 سنه. ايوه اكتر. يعني متوسط اكتر من 20 سنه. يعني ممكن يستطيع وهو في سن ال 30 ل 35 ويحج في ال 60 و65. ليه؟ طب اجوز دي واجوز دي واخرج ده واعمل ما اعرفش ايه واعمل. طب وانا كنت مخاطب واصلا واجب عليا من سنين طويله. طب وايه اللي حصل؟ طب انت مش كان ممكن انت لما تروح وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، مش كان ممكن والله لو كنت رحت ترزق؟ تمام. وهتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرمك وترزق بهذه الامور. المصيبه بقى الكبرى فين؟ لو مات وانا عايز لو مات وما حجش. انا بس عايز اقول نقطه وهنقل الكلام. طبعا الكلام موضوع خلاف، بس انا عايز اقول للناس احنا فين. فاهمك.
تمام. يعني يعني الكلام ده فيه خلاف ما بين اهل العلم عليه، ولكن ده قول معتبر لاحد العلماء الاكابر. اسمع مين قال ايه؟ الامام الشافعي رحمه الله رحنا في كتاب الام. احنا بنتكلم عن الامام الشافعي. ايوه طبعا. عشان ما تجيش حد يقول لك ايه، لا والله اصل انا اعرف شيخ قال لي، انت عارف انت اللي هو قلبي. تمام. يعني في راي تاني، بس انا بقول لك كلام الامام الشافعي. قال في كتاب الام، يقول: واذا مات الرجل وقد وجب عليه الحج اخرج من جميع ماله ما يحج به عنه، رجلا كان او امراه. يعني من التركه يعني هو ساعات بيبخل ان هو ما يعملش ده، بلاش كلمه بيبخل، بيكسل، بينسى، بيأخر. نعم. عشان عياله واولاده ما اعرفش بتاع، لما يموت زي ما انت قلت كده، ايه اللي يحصل؟ معانا تركه دلوقتي والولاد قاعدين، تمام، هنعمل ايه؟ القول الامام هنا ان نشيل ثمن الحج قبل ما نقسم التركه، عشان بعد كده حد يروح يحج عنده. سبحان الله. انت متخيل احنا فين؟ فلا هو حج ولا حج ولا المدى قال الى الورثه، ده هيتحج عنك وهيحج عنه. ليه؟ لانه دين. يعني اللي قال بهذا القول قال لك ان ده دين في حق الله عز وجل، وهو اولى الدين ان هو يوفى به. يعني لو الدين في حق الناس فلازم، طب ده في حق الله عز وجل. برضو قول ابن قدامة نقل في المغني عن الامام احمد بن حنبل، يقول: من مات ولم يحج وهو ممن يلزمه الحج، يعني بقى واجب عليه، تمام، مع فلوس وعنده الاستطاعه، بقى معاه فلوس وعنده الاستطاعه، بس استنى بقى عشان خاطر مصاريف المدارس، مصاريف الجامعات، مصاريف الاولاد، بيجوز ما اعرفش مين، قعد ياخر الدنيا فمات. والاعمار بيد الله يعني سبحان الله. فيقول لك: من مات ولم يحج وهو ممن يلزمه الحج اخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه، سواء اوصى او لم يوصي. سواء كده او كده لازم ده يحصل. فانت بتاخر ليه؟ بتأخر ليه؟ يعني أنا لو نفسي أقول حاجة بصراحة وعايز أرجع لعنوان اللي إحنا بدأنا بيه، حج إمتى؟ حج دلوقتي ما دام تقدر، حج حالا ما دام تقدر. والله يعني ممكن الإنسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى رزقه هذا الأمر دلوقتي، وهيعدي بس عقبة إن هو يقوم ياخد الخطوة وياخد القرار، وبعد كده كل التيسير يجي. وممكن بس الإنسان يبتدي يقوم حاطط بين الدنيا بين نفسه وبين الآخرة الدنيا، يحطها عائق ولا يتجاوز، يلاقي إن الدنيا هي اللي منكدة عليه والفلوس هي اللي منكدة عليه والحياة. طب ما أنا كنت ممكن أتجاوز كل ده، وفي الآخر إما إن أنت ما تحجش أصلا بسبب أنك لم تشكر، أو تموت وأنت ما حجتش، أو ربنا سبحانه وتعالى يشغلك وتبقى بعد كده معذور وانت كنت في وقت كنت اصلا مش معذور. بالمناسبه لما اكون معذور هتحاسب على الوقت اللي انا كنت فيه مش معذور، مش عشان انا بقى وصلت ان انا بقيت معذور خلاص يبقى اللي فات مات. لا، ما انت كنت مش معذور، انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي وصلت لنفسك كده، تمام. وممكن وده الاشنع ان يغلق صدره، مش عايز يروح اصلا، مش عايز يروح. نسال الله. يعني سمعت عن احد الناس انه ما حجش نظرا لانه كان مش مستنضف فكره انام في الشارع وفي حمامات مش نظيفه فرق رغم ان في ناس ده هيكون ايه غير طرف مرعب وبيروح وبينام على ريش نعام يعني، ويقول لك ده احلى حاجه في الدنيا وانت لابس الاحرام، نومة مزدلفه ونومة مزدلفه وبتاع جنب ده سبحان الله. فانشراح الصدر ده يعني تمسك فيه بايديك واسنانك. فتحج امتى؟ حج اول ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك المؤونة والكلفة والماديات والصحة ان انت تحج. اجري روح حج واشكر ربنا سبحانه وتعالى. ووالله يعني انا لا اعلم عبادة امتع من الحج، امتع من الحج سبحان الله. كنا بنقول ان هي عبادة جسدية وعبادة مالية، تمام، وعبادة قلبية وعبادة مالية وعبادة قولية. كل أنواع العبادات فيها بتعمل كل حاجة، بتخرج فعلا بني آدم جديد. فعلا عامة الناس اللي بتحج بترجع مش زي ما جم، سبحان الله، مش زي جم يعني ذهب إن أحسن عاد بغير الوجه الذي ذهب به. النية الصحيحة سبحان الله. صحيح. فخد قرارك حالا فورا. جزاكم الله خيرا يا شيخ محمد، جزاكم الله خيرا يا دكتور امير. فعلا حلقه جميله جدا. الحق حج لان هي بتبقى اذن من الله عز وجل. ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله
احج ازاي؟ احج ازاي؟ قال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابو بكر وعمر. والله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عايز ايه؟ لو انت عايز ربنا يحبك ما تعمل النبي صلى الله عليه وسلم قاله. انت راح تعمل اثم في الطاعه، انت راح تعمل اثم حاجه غريبه جدا. يعني انا راح اخالف قاصد. يعني طالع مع شركه من غير شيخ ما تطلعش، طالع مع مجموعه من غير شيخ ما تطلعش.